إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية والأدلة على تحريمها. الخلوة بالمرأة الأجنبية واختلاط بين الرجال والنساء حرام في دين الله. الخلوة هي أن ينفرد الرجل بامرأة في غيبة من عين الناس. هذه الخلوة محرمة في دين الله، ولو كانت بين أصلاه الرجال وأتقى النساء فهي حرام في دين الله جل وعلا. والأدلة على تحريمها من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. من هذه الأدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون الرجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي الحديث الذي رواه إمام أحمد في مسنده وإمام الترمذي في سننه، وفي الحديث حسن صحيح رواه أيضا إمام الحاكم في مستدركه، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين. وقواه أيضا إمام الذهبي رحمه الله من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون الرجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا كلام صادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. أسميت أيها الحبيب الكريم: لا يخلون الرجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لا تقل أنا أثق بأخلاق المرأة، ولا تقل أنا أثق في تربيتها يعني تربية المرأة، ولا تقل أيضا أثق بأخلاق الرجل. لا تقل يا عبد الله المرأة والرجل هو الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون الرجل نكرة. يا ترى إذن إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا كان ثالثهما الشيطان. بشهادة من؟ بشهادة من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفي رواية إمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معهما ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان.
هذا هو كلام المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. إن الشيطان ثالثهما وشريك في هذا اللقاء فيزين المرأة للرجل ولو كان دميمة أو حقيرا، وسيزين الرجل أيضا للمرأة ولو كان قبيحا. إننا نرى رجالا قد ارتكب معصية الزنا مع امرأة وهو متزوج، ولو نظرت إلى زوجته لرأيت أن الله قد أعطاه الله سبحانه وتعالى امرأة حسنا جميلة، ولكن لا يصبر. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها؟ أي يعني علاها، أي على الشيطان للمرأة. إنها جندي من جنود إبليس. إذا خرجت على غير شرع الله أو على غير ضوابط الشرع الله التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تكون المرأة تقية نقية طاهرة وخرجت لحاجة من هوائجها للضرورة. إذن الأمر الثاني أمر الدخان والشيشة. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإداءة المال. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. إخواني، فساني قويا جمتا أرقم خاصة قويت ترباني قويا جمتا فساني قندك نخيسا من فكات واجه. أولا فساد الاختلاط، فساد الركو غرتي ولله قمو دبرا دردرات قد أفريقيا بدون حياء أم في ذكمله. الاختلاط بين الرجال والنساء حرام في دين الله، شريعة إسلامات الحرام. اختلاط نبويا جمتا خرسولي صلوات ربي وسلامه عليه شريعة إسلامات دبت من باب سد الذرائع، زنا والكلاف، فساد الجرار قمدور كلاف. شريعة الإسلام ما القوتي الاختلاط بين الرجال والنساء حرام قوتي. إذن وانجي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يخلون الرجل بامرأة. أبونم تقلينو دبرتيو جمّا قوبه انتا إمّن تبخيزت إلا مع ذي محرم يو يدما تنسل ما به. إذن حديث قرتي إمام أحمد وديس، ترمذي وديس، إمام الحاكم وديس، وان جي كما ربي: لا يخلون الرجل بامرأة. ديرونم تقلينو قربان تقلينو دبرتيو جمّا قوم بين
إلا كان ثالثهما الشيطان صدفان شيطان. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جتشي كما ربي وما ينطق عن الهوى وربي وايت ولمن الدبت. صدفان شيطانا مقوم بيني ولله كمن تايني. فساني كندك على خيسا قد يقول لهم مني حياة به إكا قدان مقابو يا جمتا دعائي ورن يجو صلوات رسول رب فلوي أيها صلوات رسول رب فاتح الفجا أجنبي تيجي الفجا دي صلوات رسول رب فجوابات أمريكا خيرين ما وجود بيخا جايبا. هذا نفس الفساد فساد الدادين تديفو نما قرتي رحمة سيقول بربادات. إذن اختلاطني لا يخلون الرجل في رسول الإسلام رجل نكرة عموم. قبرانا أفزي كبير بخاري مسلم أفزو ديس بي خبرا ديس قبرانا أفزياتو قوام فدقرتي وابي خواتو لا يخلون الرجل خلاص ومتنقصوا مالي قالوا وانا عرين قفدني وتبيت والمال اللوقنا والمان قرتيج الفنا والمان ديمنا والمان الأنانا إنا بيتي دا إفاد بيتي إنا بيتي مالسا إفاد بيتي ومن يوزن قندة شبرتي مني وانا شبرتي أسي ديمسو بيتي هنجنو تنهاية سنة تنجنو ديليت ودي سوفتوير إيتوبيا في تيسن ديليت ودي أبا أسي تندلو أشيت اللندلو بيك إيتوبيا دلغاس سي إيتوبيا تلندلو واسي تلندلو سوفتوير كديليت ودي سوفتوير حرامين ديتا. الرجل هو الرجل المرأة وارسن جو المرتين من عينتلتية أكانت تقول سيم بيها لما أكانت تقول سيم أكانت تقول سيم بيها جاوا إنت لا تيبر نما كلامة تكون كباسة جمانا با محمد بيت وانت جتة تكون ميسيجي تكان كباسة آتي كانت تقول سيم بيها تيدي ممكزة والإنتاية اتريف جبا أبا هريمة تقول مربادين أكسين تدوبين همام قبو يوجتان مالي أكنا توني مالا كون قبدو توني أكبر فساد قد زنا داف كراب الفن. هذا هو الاختلاط بين الرجال والنساء. ومن أعظم الفساد إن رحم فسادا ألا لا يبيتن الرجل عند امرأة ثيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم دبرتي سيبا برم بوليني سنجيبا تبيبو جارسي کرتے بيالا بوتے تام بيت رافه اسين امشن امل جا امل نيقاسي تبيبو خفتاته اتي نوا غرديته وبلتي ربي تكهته ساتلايت ديرا سنفته بيتامي توان سمي غيسول توكو سودين توتي شيشا خايته اچي ولي غرته بو ساتلايت تيسنتون تجمته والباتون تجايبات بو تومتا أوديم تدي تيسم بكمتي سوي أريافت. هذا حرام عليك. شيشة ندينتم حرام. جالتو جبتو. تنف رسول الله صلى الله عليه وسلم مانجي ويسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات. هل الدخان من الطيبات؟ أو الغفل شيشان تنبول وان طيبات غغاري نياتن قامنا ماتو وان فورس مريتو ويا جمتا إلا قولتي دبرتي في ديوتينيس غنما سبتي ويتيسان بحالة لبه ويتيسان قباني ويبتنجان خام مقالا تقوم دندو دلقاو دندو. هذا هو الشاهد. دبرتي ذاتو خبيثة کرتے وان تكفكات بيجا إني درن مقاجي متاتين فساني قرتي ديمهن نورانا بجوبا دور سنين أجيسني
إن الله يكره لكم ثلاثة قيل وقال وكسرة السؤال وإيذاء المال قريبا ليس قريب توجه شكين قريب إمام البخاري ندي سيات مالجي إن رجالا يتغوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة أنا جي إن رجالا يتغوضون في مال الله والرجل تهوري ربي سبحانه وتعالى خلي في التوتو فلهم النار يوم القيامة إسراف المال تاكجي لبدا أزية المؤمنين أمة مؤمنة عذابه أزية الجار المانكي جارتيكي نمسكنا تاوتي قرتي ساتلايتي تي قرتي قلدمتو الجماعة رياض مخينا قرتي فاشا فدت فاشا ويتفدت اسمه كان آراء جايبا قلت مقالات كتوى جيسي تناف مخينا كسيف قليدي مو قدر بنا سيدي شيشا كيغانا كم وقلن ميدو أكم قلن أكي قلن كم تجرى أجل إذن هذا من أكبر الفساد سيسخران سي مجيسي شاورا سينتي حقفتي أسهلت بكما أسألوهم إن كانوا ينطقون يوخذوا بدلتات غافتا إذن الشيشة أذية للمؤمنين إن الذين يؤذون الله والرجالتين إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يا رب سبحانه وتعالى والرجالتين مؤمنتون مؤمنات ومؤمنتون الإرادة دي دورتي أزاولوا غير مكتسب يا رب سبحانه وتعالى هذا أذية أكملت أذان ولا وعندي رسول صلى الله عليه وسلم عليه من أكل سما أو بسلا فلا يقربن مساجدنا نمني شكوتا قلوبياته مسجد غير يهمتنياتني فإن الملائكة تتعزى منه مما يتعزى منه بنو آدم ملائكان لقد ويتا الله أكبر جتيجنا دابتو نما شكوتا قلوبياته جنا دابتي صلاة من ليش ستة شوشي فكيف بالشيشة فكيف بالشارب الشيشة والدخان وهذا لا شك في ذلك أذية للمؤمنين صلي في بيتك ما نخيل الصلاة إذن وهذا هو سبب التحريم ثم قلت سفدا ورشيشاتكم في قاعدين ما فيك حتى جلاوا أبانا إذن هذا ثم سفدا جالت لبتو حقاتي مولك إمسيت كذلك المفرد شيء تكون مفهوم أجايب في ديوة جوفا من أجايب بدي برافل إذن وانجي ربي سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حركة يسنين وانجرتي إسنالا حركة يسنين في نلاغنا حركة يسنين في نلاغنا كتاب ربي نمني جي رسول الإسلام نمني سمي نبي هذا نفني زي سمي نبي فجيس جهنم كيس خالدا مخلدا فيها إنما ربي صلى الله عليه وسلم على حديث الإمام البخاري نمني شيشة نبي أخيرا توبة ولنبرسي ساتلايتي ولندمتنا أجمتاي أفوفكم ورّي وجتاو شيخ محمد أمين كرر رب الرحمن أقول في واجه كتاب سا هدايا الروح والريحان كيستي مجلات ياددو واجه توبو غرتي شيشا كنجي تكتي هركسي بوخ غدي غلكيسو بيتوني ورّي غرتي وان كان مرنو غدي أتبان واي تيمبو في شيشا قرتن تكتيني ني أركيسي أفورا آرا قال لك سوسن تيمبو لبلمان لا كونتي لا كونتي تيمبو تكتي لبلمان لا كابا أمان بتو جميل
جبيس لاهني إذن هذا أكبر فساد بدا خبويات متى فاديني في جاد الدبتين أفاندي ميفتين متى خاويا ولتين بلتس ورقيني أرب سودا جمهوري حياة بعد اختلاط خبويات متى دعائي بدنا فساد ملء دعائي متي دعائي برباد دعائي برخي دور دعائي برباد دعائي دبتي كخيلي ديو جتائي بور إركنيس تا سلوات موسى فما مفاتيح الجملة سنتات موسى يسيدو هذا كل شيء ووسامه يبرباد دسر واني كسين جلتو هذا حرام عليك إذن دوبا قرتي فساني ويا جمتا جروتي بليس أولا دوبا قرتي جروتي ترى ركوفي تنبيه صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل